السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دايما جبركم بخير وعلى خير، وكنتمنى دايما فيديوهاتي تنال اعجابكم ونكون بحال دايما كنفيدكم ولو بالقليل. كل مره كنجي نقدم معكم شي حاجه ولا كنبغي نجرب شي حاجه كنجربها معكم، او لو اذا جربت شي حاجه كنبغي نشاركها معكم عاود. بحال اللي كتشوفوا اليوم جيت نقدم معكم العجينه المسمن اللي كنعتمدها انا في مسمن ديالي، واذا كنت غادي نعمل شي مسمنه معمره بشي حاجه، اما كنعمر بها المجبنه. عاود هاد العجينه هادي كتجي رائعه في المجبنه هي رغايف معمرين بالجبن بلدي. كناخدو الجبن بلدي كنمعسوه شويه وكنزيدو عليه فص بيضه، اولا بيضه مكموله ماشي مشكل، وكنزيدو عليه شويه د المسكه مدقوقه مزيان مع السكر، وكنخلطو كلشي وباش كنعمرو به الغريفات ديالنا. المكونات نتوما كتشوفوهم معايا. عندي الدقيق والزيت وخماره بيضاء ملاح شويه د العسل، معلقه حسب د العسل. هذا الطحين مغربل اصلا، يعني غادي ناخذ الطحين ديالي كامل، غنزيد شويه د الملاح وغنزيد ديك 2 معالق د الزيت اللي عندي. هنايا معلقه د العسل، يعني نحط ابيض بيضه، غا ابيض بيضه بوحدو، يعني ماشي بيضه مكموله. صافي دابا غادي نضيفو 4 غرام د الخميره، يعني ما يعادل النص د هذه فيها 8 غرام، غادي ناخدو منها غير النص. دابا غادي نحاولوا غادي نجمعوا هادو اولا هيدا مع بعضهم باش نبداو نجمعوا بالماء. الماء انا قلتلكم خصو يكون دافي شويه، اذا كان الجو سخون صافي كيبقى الماء عادي. دابا حيتاش الجو بارد باش دفيتو. صافي من بعد ما جمعت العجينه ديالي دابا غادي نعركها مزيان على هذا الشكل هذا. صافي من بعد ما عركتها شويه على هذا الشكل هذا دهنها بشويه الزيت وغادي نحطها في ميكا ونخليها واحد ساعه ولا ساعتين، مهم خليها ترتاح مزيان ونرجع معاكم. صافي رجعت معاكم من بعد ما رتحت العجينه ديالي، خليتها شي ساعتين على هذا الشكل هذا. شوف كيفاش كتكون على هذا الشكل رطبه. صافي دابا غادي نشكلها كويرات صغارين. من بعد ما رتحت معايا العجينه ديالي بحال اللي وريت لكم، قطعتها على هاد الغريفات كيكونوا صغيورين، يعني ماشي كبارين. هانتوما عاد تشوفوا القياس اللي عملت، وكل واحد يعمل القياس اللي بغا. المهم غادي ناخذوا واحده هيدا، غندهنوا هيدا سطح العمل، وغادي نحاولوا نبسطوها مزيان بهذا الشكل هذا. نتوما كتشوفوا المهم كلشي باين. دابا هو ملي ارتاح يعني كيطلق بسهوله. صافي كناخذوا دابا الجبن ديالنا، هما حيتاش كيكونوا بحال اللي قلتلكم صغارين. كنحاولوا نعدلوا على شكل د الرغيفه باش كتمشي هي على قد ديك القياس اللي حطينا على هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نطويو هيدا عادي. نحاولوا نعوطوها مزيان، ندهنوا عاود شويه بالزيت. كتحطوا فيها واحد شويه د الخميره اولا كتحطوا فيها هذا ماء الزينه. المهم كل مره اش كنحط. صافي دابا غادي نزيدوا لا واحده غادي نضوبلوها بها باش كنضمنوا ما يطرطقناش الجبن، لان هادو كيتقلاو. يعني من الاحسن معاهما دابا هيدا صغيورين، يعني من الاحسن ضوبلوهم باش ما يطرطقش. اللي ما بغاش يضوبلو ما يضوبلوش.
معانا صافي على هذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا كتجي هيدا. دابا حنا ما غادي نقرصاش حتى كنكون غادي نقليها. المهم هانتوما معايا، انا غنكمل الكميه اللي عندي كامله وغادي نرجع معاكم. انا رجعت معاكم من بعد ما كملت الكميه اللي عندي، عطاتني هذه. دابا غنخليهم يرتحوا، من بعد ما يرتحوا غادي نكوز معاكم باش نقليهم. صافي على هذا الشكل، يعني كنقلبوها ومن بعد كنستقطروها من الزيت بيد ما نعسلوهم. المهم صافي كي جبرتوني كنعدل معكم التعسيله اللي كنعسلو بها حنايا مجبنه، يعني رغايف بالجبن ما كيتعسلوش بالعسل هيداك نيشان الا اللي بغى العسل بوحديته. هنايا كنعدلو العسل كنخليوها تذوب هيدا شويه، من بعد كنزيدو عليها شويه د مزهر، نقيط د مزهر مثلا وشويه د القرفه كما كتشوفوا. كنخليوها تغلي هيدا شويه حتى كترجع بهذه الطريقه. هذا كنقولوا له النيبر، ماشي تعسيله عاديه، هذا النيبر. صافي هو اللي كنعسلو فيه الرغيفات ديالنا على هذا الشكل. صافي على هذا الشكل هذا كنزلوهم هيدا، نعاود كنقلبوهم هيدا. على هذا الشكل هذا. المهم انا غادي نسالي وغادي نرجع معكم شكله من النهائي. انا رجعت معكم شكله من النهائي كيف ما كتشوفوا. على هذا الشكل هذا كيجيو روعه الصراحه، مقرمشين ومعسلين. نتمنى يعجبكم، كنتمنى يروق لكم، وكنتمنى تجربوهم بالطريقه عاود ديالي بالتعسيله هذه اللي عملت لهم انا. كنتمنى يعجبوكم، وكنتمنى بحال دائما تدعموني وتشاركوا معايا باش كتزيدوا تشجعوني، ليس فضلا وليس امرا. اي حاجه مثلا كنعرف نشاركها معاكم مهمه، بقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه وعيد مبارك سعيد، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.